هل الاستخبارات الإيرانية تمدكم بهذه المعلومات؟ لا أعلم بذلك. ولكن ما علاقتكم أنتم بما يحدث هناك؟ يعني أنتم على بعد أميال وأميال. يعني أما بالنسبة لبايدن كان يعني هو جار نتنياهو، يسكنون في شقة واحدة، والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نفس الطابق، والرئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة، أم أن بينهم وبين الكيان المحتل آلاف الأميال؟ أجب على هذا السؤال. ما الذي حققه الحوثيون من كل ضرباتهم حتى الآن لربما 23 استهدافا؟ لم يحقق أي شيء وكأنها جعجعة بلا طحين. إذن فلماذا تدعي أمريكا إلى تحالف ضدنا ما دامه لا يحقق أي شيء؟ لم تحققوا أي أضرار لإسرائيل، لم يصبها أي نوع من أنواع الضرر، إذن هي جعجعة بلا طحين. يعني على أي معلومات تستندين في أنه لم يصبها أي ضرر، وهم شبه شلل تام للموانئ المحتلة في الأراضي الفلسطينية؟ أنت التي تجاجعين بأسئلتك بلا طحين، المفترض أن تعلمي بأن ما نقوم به هو دور مؤثر. أنكم في الواقع إنما ترغبون في إحياء شعبيتكم الضعيفة في الداخل اليمني. من يقول بأننا نريد من أجل شعبيتنا فليتفضل هو ليعزز شعبيته. من يتحدث بأنه لا توجد لدينا شرعية، لو كانت لا توجد لدينا شرعية لما استطعنا أن نواجه 17 دولة بما فيهم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات. لا زالت هذه النغمة لدى الBBC من 2015 وإلى اليوم، وهم يتحدثون بأنه لا يوجد لدينا شعبية. الشعب اليمني بأسره يقف معنا في هذه القضية، والشعب اليمني بأسره يقف معنا ضد العدوان. هل أنتم قادرون على مجابهة رد إسرائيلي عنيف محتمل؟ اليد الإسرائيلية هي تصول في رؤوس إعلاميكم في الBBC التي تجعل من إسرائيل بعبع كبير وأنها الجيش الذي لا يقهر. بدون شك. ألم يتم اغتيال رضي موسوي وصالح العروري؟ بالتأكيد، لكن لا يعني أن اغتيالهم أنها انتهت المقاومة، ولا يعني أن اغتيالهم أنها انتصار لإسرائيل، لأن الاغتيالات ليست دليل الشجاعة ولا دليل الإقدام، إنما دليل الجبن. أنت تعرفي بأنك لا تستطيع أن تقفي إلى جانب القضية الفلسطينية ولا تتحدثي بحرية عن الجانب الفلسطيني. الحوثيون لم ينفوا الآن داخل بريطانيا معروف مسألة الدعم حتى من الإيراني يتحدث أو يقف ويدعم الجانب الفلسطيني يتم شطبه، يعني قد تلغى وظيفتش.